رغم أن التنظيمات المسلحة التي تلاحقها الولايات المتحدة للقضاء على ما كانت ولا زالت تسميه بالإرهاب الذي يهدد أمنها، رغم أنها موجودة قبل بدء أي أحداث ساخنة في سوريا والوطن العربي عموما، إلا أنها وبعد احتدام الأحداث التي لم تدع بنيان دولة عربية على ما هو، بات يطلق عليها أنها تنظيمات من صنيع الدولة في سوريا إن كان نشاطها هناك، وعلى أنها صنيعة إيران إن كان نشاط ذات التنظيم يتعلق بالعراق. على بغتة من الجميع سيطر داعش على أجزاء شاسعة من العراق، فظهر للإعلام من يقول إن داعش ما هو إلا صنيعة إيران، ولقي ذلك آذانا صاغية. فبالتالي داعش محسوبة على طرف عرف كنا هي صنيعة إيرانية. المفارقة هنا هو أنه عندما يكون الحديث عن نشاط ذات التنظيم في سوريا، فإن محطات الأخبار نفسها تبحث عن أي ما يقول إن التنظيم صنيعة الدولة السورية أو ذو صلة مباشرة بها. طائرات النظام تقوم بتنفيذ عمليات القصف يومية على مواقع الثوار، لكنها تتعمد عدم استهداف مواقع داعش. وثمة أيضا من يسمع له أن التنظيم هو من صنع الدولة السورية. وأنا أميل إلى هذا الشيء. نعم. أنهم صنيعة نظام بطريقة غير مباشرة، أي ليس لهم احتكاك مباشر، ولكن إحنا نشاهد الأهداف اللي يقدمونها، الأعمال اللي يقدمونها، العمليات العسكرية اللي تخدم من هي لا تخدم الثورة السورية، هي تخدم النظام السوري. ليس في الإعلام من يناقش هذا التفصيل بالذات. لمصلحة من كل ما يحدث؟ بعد أن وصل التعاون البشري واللوجستي بين بلدين عربيين كالعراق وسوريا حدا بات الغرب يخشى أن يتحول لحدود مفتوحة وتعاون مطلق يوما، يخلق جسم غريب يفصل العراق عن سوريا، فلمصلحة من ذلك؟ وعندما تصبح كل طرق تصريف النفط مغلقة أمام داعش لكونه تنظيما منبوذا من الغرب والشرق، فلا يكون ثمة حنون غير تركيا يشتري برميل النفط من مواقع سيطرة داعش على منابعه في سوريا والعراق بسعر $7 أمريكية، ليذهب بعدها إلى تركيا ويباع في السوق هناك $100 وفق متابعين ومحللين سوريين. فلمصلحة من ما يجري؟ وعندما يقاتل داعش أعداء تركيا في العراق وتقاتل النصرة أعداء أمريكا في سوريا، فلمصلحة من ذلك؟ وعندما يخلق كيان يقطع عموديا المحور الذي يهاجمه الغرب، وهو الممتد من طهران في الشرق إلى جنوب لبنان غربا، فلمصلحة من ذلك؟ ذات المحطات لا ترى في تفصيل تزعم أبي بكر البغدادي لتنظيم داعش بعد نحو سنة فقط من إفراج أمريكا الغامض عنه من سجن غوانتانامو عام 2009، لا ترى فيه ما يثير تساؤلا أو استنتاجا. And the head of this band of savages is a man named Abu al-Baghdadi, the new Osama bin Laden, a man released by Obama in 2009 who started ISIS a year later. And when Baghdadi left camp... هي نقاط وتحليلات لا تناقشها بتفصيل شاف ذات محطات الأخبار التي تجعل من داعش صناعة غير أمريكية.